أوصي نفسي وإخواني في دولة المالديف أن يتمسكوا بهذا الدين الذي أنعم الله عز وجل به علينا جميعا. فالله سبحانه وتعالى عندما خصنا بالإسلام وهدانا إليه كان هذا من أعظم نعمه علينا، فإن بالإسلام واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينال الإنسان شرف الدنيا والآخرة، ويكون مكرما في الدارين، ويرتفع ويعلو ويقرب من الله سبحانه وتعالى بالرضا والقبول. وعندما ينظر الإنسان إلى من لم يؤمن بالله عز وجل ويتأمل قول الله تعالى فيهم وفي أمثالهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعرف قدر النعمة التي هو عليها. فإن الذي لا يؤمن ولم يسلم فهو أحط من البهائم، أحط من هذه الأنعام التي لا عقل لها وليس لها إلا الأكل والشرب والنكاح. لكن إذا أسلم فإنه يكون من المكرمين وفي مصاف الملائكة الأبرار، وربما علاهم بالفضل. فأين هذا من هذا؟ وعندما تتأملوا وبعد بلادكم عن مأرز ومحط الإسلام وأرض النبوات، وكيف أن الإسلام وصلكم منذ فترة مبكرة، فهذه نعمة من الله تعالى كبيرة عليكم وعلى العالمين. فلذلك ينبغي شكر هذه النعمة بطلب المزيد منها بالامتثال لأمر الله تعالى. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، والله سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون، لا يفقهون. وكذلك قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأهل الإسلام هم الأعلى في الدنيا والآخرة. فلذلك أوصيكم بوصية الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي. فإن العباد إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى وامتثلوا الأوامر ونواهي أكرمهم وأعزهم وصانهم وأبعد عنهم كل بلية. لكن إذا كفروا ولم يمتثلوا فإنه يوشك أن تقع عليهم كل البلايا في الدنيا قبل الآخرة. وفق الله الجميع. هذا الشيخ أومنا نمالهم دبي نصيحتك إرشادك وصيتك ديه راجعك لو بيتي رأيتم أديه هنيه إما مسلم أخمس أقول مدة وصيتك الله سبحانه وتعالى مدبوا فإسلام كمجة نيومك أقول من إما بدر نيومتك كمجة هذا ينكرنجي نيومتك أقول من ركعت رجع كمجة أقول من الدنيا إما مصلحة هذه أخروي إما مصلحة إقدروا أقول من اللي بيجن دانه ما متوري نيومك أو من فنان غير مسلم وتكافر أميهم كي القرآن الله سبحانه وتعالى مسار جسافني إيمان نوامهم إبامهم نكي نعم سوف فدا بايك ورجنوار فدا بايك هذه كيت مغفرة دموعا إبامهم يبورا بس بدو جنبه إم بما الله سبحانه وتعالى إيمان وام إسلام كم غنيمة نلبي تيميهم نكي حقيقة توكا ور درجة آگے بايك توكا ور بدو نيومة توكا محروم فا بايك توكا كيت القرآن الله سبحانه وتعالى سوى قرآن إم بما مي أقول منك تبيه لونك ديه راجع مي إيمان كموجة فيشين أتانا إتا هاس كيلومتر إتا مي دور مينة قبيكم بحالة تجاوز الله سبحانه وتعالى مي إسلام كم مي قوم جنست بافهم أدي مي إسلام كم إسلامي تاريخ وارك كوري كلوا تبيه لنا هم فورا فهم أي الله سبحانه وتعالى مي قوم قاهون ردبي بارب بدر نيومة إن نيومة قوم قاهون شكر كورن جين شكر كورم قطن إسلام دينه كانكما بيها مسبوط ركعت دينه حكمتك عملك من الله إله رسوله صلى الله عليه وسلم كيمن تريوانجي أو مقبول كرنجي من إمها عزتك شرفك جاه ما توري كم دنيا اللي بيمندني الله إله رسوله كم قرآنك الله سبحانه وتعالى بيان كرا هم دنيا عزت وتي الله إله رسوله كأدي مؤمنون كم قرآنك بيان كرا الناس مؤمنون كم نيجي نودني هم إن ده كدني الله الدين أقول من عملك في كم قانا أقول منك عزت ترين كرامة ترين كم وجندار ما توري
مي شرف وري أبور وري بارغ أهلورين كمغا بيجن داني الله سبحانه وتعالى دينا ألقون من عملكم ألقون من كفور وجهكم مغانا مكلام ألقون من نكمة قربان إما ألقون لك وصيتك الله سبحانه وتعالى إما ميستكون لك قربا فوصيك القرآن الله سبحانه وتعالى قوافن مي تمن إله تبع مهن كوريم فدبون ميهن شاء تبع مهن بس تمن إله وصية قرب فيما الله سبحانه وتعالى تبع مهن تقوى برواش هم كلام تقوى رومكي كلام أمور فلتك من تري كلام نهي قربا فا إما كان تكون دور ركاترو الله سبحانه وتعالى إكمل على منا توفيق دباش